حادثة صعبة جدا على الطريق، وطبعا أحمد السقا بيقولوا ما كانش سايق. أنا شاكك في الموضوع ده بصراحة، لأن أحمد فهمي لما جه يتكلم عن أحمد السقا قال عليه إن هو بيسوق جامد وبيسوق بسرعة، وأنا كنت قاعد جنبه وكنت بتشاهد وكنت خايف. فهنا بص منظر العربية عامل إزاي، ده يقول لك إن السرعة بتاعت العربية كانت قوية جدا. طب إيه اللي حصل؟ في ناس يقول لك لا ده مش هو اللي كان سايق، ده السواق اللي كان سايق. طيب السواق راح فين؟ لما العربية بالمنظر ده بقى السواق راح فين؟ احمد السقا ابوه دخل المستشفى وفيه كدمات بسيطه في الراس وكده، ولكن ايه المشكله دي يا جماعه؟ يعني العربيه اتعجنت، هو ده طبيعي؟ يعني انت شايف ان السرعه دي ممكن تكون سرعه طبيعيه بتاعت ناس طبيعيه سايقه؟ انت متاكد يعني كده واثق ان احمد السقا ما كانش هو اللي سايق؟ هو تقول لك لو كان هو اللي سايق كان لا قدر الله حصل له حاجه جامده. طب ما هو برضه ما قالوش ان السواق حصل له حاجه جامده او توفى. المنظر بتاع العربية ده مع كلام أحمد فهمي في البرنامج إن أحمد السقا كان بيطلع ويخمس والعربية ويمشي، وقدامنا كانت عربية بأسياخ اللي هي بتموت دي، وكان هيلبس فيها يقول لك إن الموضوع فيهن، يقول لك إن كان زي أحمد السقا. منظر صعب جدا، وأنا مش عارف إيه كمية الحركة اللي طبعا هو كان أحمد السقا قبل كده قال إن هو عنده حركة أو فرط حركة، ولكن أنا رأيي إنه لازم كان يتعالج فرط الحركة ده، لانه هيضر نفسه جامد جدا. يعني فكره انك تبقى عايش في اكشن طول الوقت، وعايش في جري وعربيات ومش عارف ايه وفي خناقات وفي حتى طريقه كلامه، اعتقد ان هي لا محتاجه، الحكايه دي محتاجه علاج ضروري، عشان هو حتى بقى خطر على نفسه. يعني سواقه العربيات بالشكل ده الدنيا مش مستاهله، انت كده كده مش عايش في فيلم اكشن يعني. انت عادي جدا العربيه دي عشان توصل للمكان اللي انت رايحه، مش عشان تستعرض، ولا حد هيشوفك شجاع او بطل برضه وانت بتسوق بسرعه عاليه. ما حدش هيقول ايه ابو قلب جامد، ابو قلب ميت، او الكلام ايه ده. ده مش ابو قلب ميت، اللي هو ده اللي ما عندوش احساس اساسا، اللي هيجري بسرعه وفي بني ادمين وبشر وعربيات حواليه. ما بقولش احمد السقا نفسه هو اللي ما عندوش احساس، انا بتكلم عموما اللي بيسوق جامد ده بسرعه عاليه جدا وبعرض حياه الناس اللي حواليه للخطر. يعني يا سيدي هو عرض نفسه للخطر في داهيه مثلا، اي شخص بيعمل كده، لكن تعرض حياه الناس اللي حواليك للخطر ده انت ما كده صعب قوي، انت كده ما تحسش بحد. فانا طبعا ما بقولش ان هو اكيد غلطان في الحادثه دي، لحد دلوقتي هما بيقولوا كلام، بس انا بصراحه مش مقتنع بيه. شايف ان احمد السقا ما كانش هو اللي سايق مع كل الكلام اللي اتقال عنه، حتى في تيمور وشفيقة كان طالع دايما بيجري بالعربيه او مش عارف ايه، وخطيبته فرحانه بيه اللي هي كانت منى زكي، سلمى. يعني في الدور ده كانت فرحانه ان اسمه ايه ده، سلمى ايه ده، عن العشق والهوى مش تيمور وشفيقة. برضه دايما اصلك بتلخبط بين الاثنين. عن العشق والهوى، لا عن العشق والهوى كانت سلمى فرحانه جدا ان احمد السقا في الدور بتاعه انا مش فاكر اسمه، ان بيسوق بسرعه جامده جدا وماسك له الستوب ووتش عشان تحسب المده ايوه، فين الرومانسيه في الكلام ده؟ يعني انا ما كنتش بشوف رومانسيه في الكلام ده خالص. شايف ان اتنين ما عندهمش دم بيجروا في الطريق وممكن يدوسوا بني ادم او ممكن يخبطوا في عربيه ولا حاجه، ما فيهاش اي رومانسيه خالص ان واحد يطير بالعربيه وانت جنبه. ده يعني تخلف مش رومانسيه بصراحه. فيعني هو احمد السقا عموما بدا يعدي ناس موجودين حاليا من تصدير فكره الشجاع والبطل وكده، وبقينا نشوف احمد العوضي واخد نفس السكه، في سكه ان انا ابن البلد الجدعان، ابن البلد الجدع، الراجل اللي واقف مع مش عارف مين الناس والكلام ده. مرض يعني مش حلو انه ينتشر، ان الناس تعيش الدور او تعيش في فيلم اكشن او تعيش بشخصيات افلامها في الواقع.